في دراسة اللغة الأشورية المعاصرة. الحلقة الآن 22 كلها موجودة على قناتي السابقات، فاشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. على كل أبونا خبرنا شو بجعبتك اليوم؟ نعم أستاذ، شكرا على التقديم. اليوم طبعا راح نكمل ما بدأنا ما انتهينا إلى، فراح أشارككم النص في البداية حتى تشوفوا، وبعدين نروح إلى كلامنا. نعم أنا أتثائب. أيوة ده تتعب، تعبان. لقيت هذاك من الحلال. تعبان. نحن في الحلقة الماضية وصلنا إلى خلصنا اللي كنا نحكي عن الضمائر. خلصنا أبونا بس وسع الخط، كبر الخط في هذه الإشارة. أيوة تعال، يرضى عليك. كمان شوي. أيوة. شو اسمه زيح هذا. أيوة زيحة للأخير. أيوة فاهم عليك. أيوة وحتى ممكن تكبر كمان شوي. لا زيحة للأخير. أيوة زيحة للأخير. أيوة فاهم. لا إذا نقلل شوي. يلا بعين قلل شوي. قبل خليه هيك ممتاز. فكنا عند ضمير الاستفهام انتهينا منه. شفنا انه عندنا 4 أنواع من الضمائر: ضمير الشخصي، وضمير الإشارة، والاستفهام. خلصنا منها. نجي على الضمير الأخير وهو ضمير التملك. ضمير التملك اليوم راح نبدأ به. أبونا أنت ممكن بدل ما تعمل الاختيار هذا تأخذ الاختيار الثاني، وهو خلي بعدين احنا بنشوفه. يلا الله بعيد هلا. خلي أيوة. ضمير التملك اليوم. نعم اليوم ضمير التملك. خلبشما قنايوتا تملك، يعني الحصول، يعني الاقتناء. ايوه قنايوتا. possessive pronoun. يشير إلى تملك شخص ما لشيء ما، سواء كان مفردا أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، وهو من الضمائر المتصلة. هو متصل هذا، ويتصل بنهاية الاسم مباشرة، وله نفس شكل الضمير الشخصي المتصل. شوف هاي ضمير الشخصي المتصل اللي شفناه الأول، لكنه يختلف عنه في الوظيفة، حيث أن الضمير الشخصي يتصل بالفعل، بينما هذا بالاسم. شايف؟ هاي نقطة مهمة. أيوة. وفيما يلي قائمة بهذه الضمائر مع الأمثلة راح نشوفه. عندنا هون الضمائر. عندنا الضمير الأول هو ضمير الشخصي، يعني أنا، أنت، هو، هي، لي، ولك، وله. الضمير الأول هو نفسه هذه الإي، يعني الياء تحتها نقطة. الإي أيضا بالعربي ياء، هي أيضا هذه الياء. ياء تحتها نقطة، أي حركة خواصة قلنا ما أعرف شو سميها الياء، يعني إي كسرة قوية طويلة. أيوة سميها هيك. ولو عندنا نحن الكسرة الطويلة هي إيه، ولكن هذه الياء العربية. فللشخص المتكلم أو تحطها بين قوس إي بالفرنسي أو اللاتيني إي. حرف الإي لازم بعدين أنت حط أحمر، بعدين تظبط. حط أحمر إذا تريد. حط أحمر إذا تريد مشان سهل عليك تجدها أبونا. أيوة تخفف عليك الشغل. هذا طبعا هو ضمير المتكلم، يعني الشخص الأول، شخص المتكلم المفرد، أنا، يعني أنا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. والحرف الذي يسبقه، هون قلنا مشكلة الضمائر عندنا أهم شيء هو أيضا الحركة اللي تسبقها لازم تكون مضبوطة، وإلا يتغير الأمر. والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة ياء أو خواصة، يعني هاي قلنا هاي نفسها طبعا، لأنه هي نفسها، هو نفس الضمير هذا هو إي، فالحرف اللي قبله راح يأخذ هذه إي. تمام. واضح. هوني مثلا عندنا أمثلة: بابي من بابا أب، بابي، شوف بابي،
بابي مش باب عربي وإنما أبي بمعنى بابي. أيوة. بابي أبي. شوف تحت أيوة. كتبت هذه اللفظ والمعنى. هذا ممتاز. بابي تلفظ بابي وتحتها معناها أبي. أيوة. بيتي هو بالضبط بيتي. أيوة. بيتي مثل العربي يعني مشكلة. أو جمع البيت باتي. أنا قصدت أنا أكتبها بالجمع حتى واحد يعرف أنه كيف. واضح. باتي. أيوة. يعني بيوتي. أيوة. بيتي واحد بيتي وباتي بيوتي. حلو جدا. يدي. أيوة. يدي. أيوة. إيداتي أيادية. حلو. أيوة. شمي اسمي. أيوة. شماني أسمائي. حلو. أوكي. هذا واضح. هذا واضح. هذا حطيته بالأزرق الضمير حتى واحد يعرف هذا هو الضمير. أوكي. مثل العربي هو أنا بالضبط. مثل العربي بالتمام. نفس البقية يشبهون كثير العربي. نعم. هي سامية. ضمير الثاني اللي هو ضمير المخاطب المفرد المذكر اللي بالعربي هو كاف فتحة عليها. أيوة. احنا عندنا هي أيضا كاف ولكن نقطة تحتها يعني ملينة وتصير خاء. تلفظ خاء. أيوة خاء. فمثل بابخ. أبوك. بابخ. أيوة. بابخ. هاي الخاء الأخيرة. والحركة طبعا قبلها تصير دائما الضمة. أيوة. هذه الضمة. هاي الواو تحتها نقطة. بابخ. بأبوك. بيتك. باتخ. بيوتك. أيوة. بيوتك. إيدخ. يدك. إيه. إيدخ. إيداتخ. أياديك. إيه. تمام. شمخ اسمك. أيوة. شمانخ أسماؤك. أيوة. فهي الكاف. أبونا سؤال. نعم. دائما الخاء كانت تلفظ خاء ولا كاف كانت سابقا؟ لا هذه تلفظ خاء. أما الحاء هي حاء هي موجودة. نحن اليوم نلفظها خاء أيضا الحاء ولكن هذه خاء كان موجودة من بداية. وبالضبط احنا نستعمل الكاف. نعم. احنا بنستعمل الكاف انتم بتستعملوا الخاء. بالضبط. هي الكاف الملينة نحن نستعملها. ايوه. نفس إذا كاف أيضا ولكن ملين. تصير خاء. بابخ. هذا للمذكر. أما المؤنث المتكلم هي بالعربي بالهمزة كاف بالكسرة أبوكي. أيوة. كاف خاء معها يود ياء بس ما تلفظ هذه اليود لأنه ما لها أي حركة. أيوة. نقول مثلا المهم الحرف اللي يسبقها لازم ياخذ حركة إسقاطة أي فتحة طويلة. هون كاتب فتحة طويلة إسقاطة دائما فتصير بابخ. بابي بابخ. أبي أبوك. بابخ أبوكي. أيوة. بابخ. أيوة. أبوكي بابخ. شوف الخاء والياء بعدها بابخ. لما تقول بابخ انتم بتقولوا بابخ. نعم. فلما تقولوا بابخ انتم بتقولوا بابخ. هو بالضبط. شوف بالقديم الاشوري القديم والسرياني القديم هو بابخ. عندنا مثل العربي بابخ. بالضبط. مثل العربي بابخ. ايوه بابخ. بيتخ. ايوه. بيتك. باتخ. بيوتك. ايدخ. يدك. ايداتخ. اياديك. شمخ اسمك. شمانخ اسماؤك أو ساميك. حلو. ساميك. أوكي. فهاي بسيط. نجي على الشخص الغائب. هذا كان متكلم المخاطب الغائب.
الغائب طبعا مؤنث ومذكر في فرق، المفرد هذا كله مفرد. هي عبارة عن هاء أيضا مثل العربي، هاء ساكنة فقط. ساكنة هي هاء ساكنة وتبقى كذلك دائما، لأنه نحن ما عندنا هذه الضمة والكسرة أن تتغير وما أعرف إيش النهايات. هذا نوع من التصريف العربي ما في عندنا. مثلا لو جدتي فاعله يصير هو، وجدتي المفعول به يصير ها، وإذا جدتي مجرورة تصير هي، هذه ما في بالسر يعني. أيوة. يمكن بالعبري كذلك أيضا ما أعرف. أيوة. فها ساكنة، الحرف اللي يسبقها ياخذ حركة كسرة طويلة، زلامة طويل، كسرة طويلة. تصير بابه، بابه، هذه الهاء قبلها بابه. وبيته، بيته، باته، ايده. يعني هي ضمائر تشبه الضمائر العربية. نعم ضمائر عربية زي ما أقول لك، إيداته، شمه، شمانه، نفس الشيء. ولكن عندنا صيغة أخرى، نسخة أخرى نستعملها أيضا كثير، هي بدل أو قبلها تصير كاتبها نواني بالله، زلامة طويل أو حركة ضمة، يعني كسرة طويلة أو ضمة. هنا مثلا بابو، يعني بدل نقول بابه أقدر أقول بابو، بابو. طيب عندي سؤال، ما الفرق بين بابه بابو؟ هل الثانية ما في أي فرق بالمعنى. هل الثانية هي للدلع؟ لا، ولكن مستخدمة كلتاهم ومستعملة عندنا. مين أكثر؟ الأولى هي أكثر تستعمل. بابو. طيب بابه اللي بالكسرة. نعم بابه بدل بابو، بابه بيته، وهي بس للعلم حتى واحد يكون. حلو جدا هيك. أيوة. فعندنا بعدين المؤنث، أما الغائب المؤنث المفرد ياخذ أيضا هاء، ولكن نقطة كبيرة فوقها، وهذه النقطة الكبيرة فوقها هاء هي تشير إلى أنه هل هذه هو مؤنث، هذا الضمير يشير إلى الشخص المؤنث الغائب. والحركة اللي تسبقها هي فتحة طويلة، فتحة طويلة، سقاطة. بابه، شوف فرق بين بابو، بابه، بابه، بابو أو بابه للمذكر، بابه للمؤنث. والعربي هي هاء وأليف. أبوها بابه، وبيته باتا، إيدا، إداتا، شما، شمانة، نفس الشيء. وعندنا أيضا لهذه نسخة أخرى، هي بدل الفتحة الطويلة هي الضمة المفتوحة، هنا هنا بابو. بس المهم هو هذا الهاء فوق نقطة، بابو. ففرق في بابو وبابو، عارف؟ تلاحظ الفرق ما باللفظ. ايوه هي اكيد. حلو. بابو، بابو، بيتو، ايدو، ايداتو، شمو، شمانو. اوكي. نجي على الجمع هلا. الشخص المتكلم الجمع هي وضمير نون فقط، نون مثل العربي نون وحدها، لكن عربي نون والف، نحن، نا هو نون ساكنة بالنهاية، تجي هاي النون الساكنة، والحركة تسبقها دائما فتحة قصيرة، فتصير بابا. شايفون؟ بابا، هاي نقطة فوق نقطة تحت. ثانيا الفتحة القصيرة، بابا. بيتا، باتا، إيدا، إداتا، شما، شمانا. أبونا، بيتنا، بيوتنا، يدنا، أيادينا، اسمنا، أسماؤنا. شو صار شين. حلو. أيوة. أسماؤنا. أوكي. والمتكلم الجمع هو ضميره هو خون، هالمقطع خون، كاف كخاء، يعني بضمة مفتوحة أو ومع نون بالنهاية ساكنة، هذا خون.
بالعربي كم للمذكر، كنا للمؤنث، لكن نحن هو خون للمذكر وللمؤنث. لهيك هي جت في القرآن هذا الشكل. صحيح. في كثير أماكن هيك هو خلط بين يعني إيه في كثير حالات مثل هيك في القرآن. أيضا في قضية الجماد، نحن ما في جماد والعاقل نفس وهيك كمان بهذا أظن جت هذا واضح كثير بالقرآن. أكيد صحيح. شفنا كثير مرات، شفنا تكلمنا عنه. خون فيكون بابوخون، طبعا والحركة اللي يسبقها أيضا الضمة مفتوحة، أيضا بابوخون. بابوخون. أيوه. بيتوخون. أيوه. باتوخون. إيدوخون. إيداتوخون. تمام. أيوه. أبوكم، بيتكم، بيوتكم، بيدكم، أياديكم. حتى للمؤنث نقول نفس الشيء، ما نقول. هو بالسرياني القديم كان فيه بيت خين. خون تصير خين للمؤنث، لكن بالحديث نشكر الله ما في، كاف استكفينا بهذه. اوكي. بعدين عندنا الغائب، شخص الغائب الجمع، ايضا هنا ما في فرق بين مؤنث ومذكر. هي يوت، هي ثلاث مقطع مكون من 3 حروف كلها ساكنة. طبعا فقط الأولى هي التي ستلفظ، تمام. طبعا لأنه 3 ساكنات، هي الأولى فقط، وبالنهاية هي يود، مثلا ها يود، ها يود ساكنات. يستعمل الشخص الغائب الجمع سواء كان مذكر أو مؤنثا، والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة فتحة قصيرة، فتاخة دائما. بابي، شوف بابي، فهل يا هاي تبين باللفظ لأنه قبلها في حركة فتقع عليها بابي. أيوة. ما نقول بابيه، ما ممكن نقول بابيه لأنه ما في بعد اليود الأولى ما في حركة أخرى حتى نلفظ، لكن لازم نكتبها لأنه حتى نميز، لأنه هذه يعني نعرف أنه هو جمع أيوة. بابي. أيوة. شايف بابي يصير بابي بالجمع، بابي مفرد، بابي جمع، بابه مفرد مؤنث، بابي جمع. غريب، الهاء عندكم تشبه الهاء المربوطة العربي. ايه صح بالضبط. ايوه ايوه هاء الأخيرة يعني بالعربي. احنا دائما هي هذه. هم هن نفس الشيء. بابي يصير يعني بيتهم أو بيتهن، نفس الشيء. بابي يعني أبوهم وأبوهن، بيتي بيتهم وبيتهم بيتهن. إيدي إيدهم وإيدهن، يدهم، إيداتي أياديهم أياديهن، نفس الشيء. شمي اسمهم اسمهن، شماني أسماؤهم أسماؤهن. أيوة. حلو. هي هاي وتشبه كثير العربي، سهلة هي، فقط المهم حتى واحد يقدر يلفظها صح الحركة اللي تسبقها لازم، وهي طبعا سماعيا واحد يتعلمها بدون ما. أوكي. عندنا هون ملاحظة قبل ما ننتهي منها. يمكن لحرف الدال دلت بحركة خواصة أي ياء أن يدخل على ضمير التملك ويدل على التبعية، أي دي. بدل الاسم الدال هذه، شوف سامي، الدال هذه تأخذ مكان الاسم. دي أيوة. يعني خاصتي، مالتي، مالي. شوف مرة جدي بالقرآن مالي. أيوة مالي. أيوة مالي. احنا بالعراقي العامي نقول مالي، مالك، مالتها، مالتهم، مالتنا. ديوخ، ديخ، دية أو ديو، دية أو ديو، قلنا ديا، ديوخن، ديي. هذا كتاب مالي. دي ليه مثلا دي، بعدين حط الفعل المساعد إيله في دي ليه، يعني لي هو، يعني مثل ما تقول كتاب
كتاب تاعي. ممكن أقول كتاوي، ممكن أقول كتاوادي. كتاوي هو كتابي. وممكن أقول كتاب خاصتي، أقول كتاوادي. هل هي للتأكيد ولا لا؟ دي ممكن للتأكيد نستعملها أيضا. نعم نعم. بس عادة ما نستعمل مع الاسم إذا كان فيه مثلا كتاوي. أنا يعني بكافي يكفيني أكتفي بكتاوي، ما أقول لازم كتاوي دي. نعم لازم. إنما إذا قلت كتاوي ما ممكن أستعمل هذه، لأن ما ممكن أقول كتابي خاصتي، لا، كتاب خاصتي. تمام. لازم الضمير لا استعمله مع الاسم، فهناك تجي بعدين تجي هل هذه هل خاصتي، كتاب خاصتي. ما اقول كتابي خاصتي، لا، كتاوى دي. اذا قلت كتاوي ما ممكن استعمل بعد هذه طبعا. بس هي تكون مفصولة عن الاسم ولا مع الاسم ابونا؟ هذه مفصولة هذه. انت ما لازم تذكرها، لازم تذكرها هاي فوق لانه مو واضح. نعم هي ما قلت لك هاي. وتأخذ يعني يمكن حرف الدال يجي، وأقدر أقول وبهذا على التبعية، على التبعية ويأخذ. ممكن أقول ويكون منفصل عن الاسم. هنا يقول هيك يدل على التبعية ويكون منفصل عن الاسم. نعم ويكون أيوة منفصل عن الاسم. منفصل منفصل عن الاسم. أيوة عفارم هيك منيح. أيوة هيك هلا وضح. ويأخذ طبعا يأخذ محل الاسم تقريبا. أوكي. دي يعني خاصتي. هاي اللي يقول بالإنجيل إلى خاصته جاء وخاصته لن تقبلوا. ليش؟ لأن هذه هي ترجموها خاصتي بالعربي. شو يعملوا؟ شو يترجموها؟ أيوة. الديل بالسرياني بالقديم ديل، يعني أجل تعاونوا وتعاونوا ما قبلوا. تعاونوا أيوة بتاعوا معلومة. جماعته هو خاصته. جماعته. إلى جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. أيوة. لكن كل الذين قبلوه أعطاهم أن يكونوا أبناء الله. آية إنجيل يوحنا. أيوة. بهذا أستاذ سامير نكون قد انتهينا من الضمائر. حلو. نعم حلو جدا. يعني أنا حطيت شيء غاية من استعمال الضمير. ليش ليش نستعمل الضمير بدل الاسم؟ خلي نستعمل الاسم دائما. راح نشوف كيف راح يكون ركيك هذه. ما ممكن ما الضمير. شو الغاية من استعمال نيشة مبلغتة تخلف شمع. نيشة الغاية أو الهدف، مبلغتة من استعمال أو لاستعمال خلف شمع الضمير. نستخدم الضمير بدل الاسم في الكلام لئلا نكرر الاسم مرات عديدة حتى لا يكون الكلام ركيكا. فعلى سبيل المثال إذا قلنا آشور غزيل السرغون، آشور رأى سرغون، غزيل سرغون، وهم زملة أم سرغون وتكلم مع سرغون، وزل أم سرغون بيت سرغون وذهب مع سرغون إلى بيت سرغون. طبعا بتصير ثقيلة. ثقيلة. وخل خرمشة أم سرغون وأكل طعام العشاء مع سرغون، ودمخلق بيت سرغون ونام في بيت سرغون، وقدمت قملة آشور، وفي الصباح نهض آشور وتقر البيت ورجع لبيت آشور. أيوة. معناه هيك. آشور رأى سرغون وتكلم مع سرغون، ذهب مع سرغون إلى بيت سرغون وأكل طعام العشاء مع سرغون ونام في بيت سرغون، وفي الصباح قام آشور ورجع إلى بيت آشور. ما حلوة. أما إذا كررنا الضمير بدل الاسم فكلامنا يكون جميل ومتماسك. آشور غزيل السرغون وهم زمل أمه. شوف هاي اللام غزيل السرغون، اللام اللي كان دائما في هذه. آشور غزيل السرغون وهم زمل أمه معه، وزل أمه. شوف هذه مع الفعل جدية. زل أمه معه البيت إلى بيته وخل خرمش أمه وأكل طعام العشاء معه، ودمخلق بيته ونام في بيته هؤلاء في ذلك الليل،
وقدمت ضر البيت دقاني، وفي الصباح رجع إلى بيته هو. أيوة. آشور رأس القوة تكلم معه وذهب معه إلى بيته وأكل طعام العشاء معه ونام في بيته، تكلم في تلك الليلة، وقام في الصباح ورجع إلى بيته هو، يعني بيت نفسه. أوكي. يعني فقط فت مثال. لا حلو منيح منيح. حتى يشوف واحد يقول ليش يعني ليش نستعمل، خلينا نستعمل الاسم. لا وبعدين على الأقل أعطيت مثال إنه واحد يقرأ يكتشف الأحرف، يكتشف الكلمات. أيوة، كيف يستعمل الضمير هذا في جمله. حلو. تعرف أبونا فقط. أيوة. قبل ما تروح عن بالي. نعم. تعرف في كتب بالفرنسي أو بالإنجليزي أو بالإيطالي مجموعة اسمها السيميل. السيميل أو le français sans peine. فاهم علي؟ الفرنسية دونات أن تتعب نفسك. وهناك كتب كمان بالعبري هيك، كيف تتعلم العبرية يعني بنفسك. أيوة. إيه. فشو عاملين كتاب حلو جدا. يعني أنا بفكر إنه بعد كتاب القواعد هذا ما تخلص منه تعمل كتاب هذاك. يعني كيف تتعلم الأشورية بدون معلم. فاهم علي؟ وتعملها حتى ممكن بعدين نسجل شريط وتحط الأمثلة. يعني تأخذ كتاب من الكتب اللي عن العبري أو الفرنسي أو الإنجليزي، كيف تتعلم هذول هذا، وتأخذ تتعلم على طريقته. فكرة حلوة، فكرة جميلة. يعني أنا عندي كتب بهذا الشكل. عندي كتب هيك للعبرية. نعم. العبرية. فاهم علي؟ ممكن أجدها على البي دي اف. إذا جيت لك على البي دي اف أنا ببعث لك منه. نعم. أنا كان عندي معه إذا باقي، كان عندي فارسي، كيف تتعلم الفارسية بدون معلم. أيوة. بالسبعينات كان بديته أتعلم شوية. أيوة مثل هيك. يعني هذا قواعد منيح حلو جدا. فاهم علي؟ بس ما بعطيك الجمل الرئيسية. فهمت علي؟ ومن خلال الجمل الرئيسية بتتعلم الضمائر وبتتعلم الأفعال وتتعلم مثل هيك. فاهم علي؟ مشان تركب جملة والأشياء مثل هيك. فحلو يعني انه هذا كتاب قواعد. يعني ما بتعلم اللغه الاشوريه فيه. نعم لا، هذا قواعد اللغه، قواعد. ايوه بس كيف تتعلم اللغه. يعني انا عندي قلت لك كتب السيميل. انت شوف كتاب النظام السيميل. خليك معي فقط علشان يكون عندك نور. شايف علي؟ شفت علي؟ إذا تقيم المشاركة مشان شو اسمه، إذا تقيم المشاركة تحت، قيم المشاركة للنص تاعك، قيم المشاركة تحت. لا، قيم المشاركة تحت. أيوة. لا خلي هيك. أيوة حلو جدا. شفت علي؟ هذا كتاب. نعم. سامبين. شفت هيك بيعطي قصص مثل يعني شو اسمه، نصوص بسيطة، الأحرف والدنيا كلها. ويعني إذا تخلص الكتاب هذا كيف تقول، كيف تتكلم، كيف تعبر عن فلان شيء، يعني هيك. يعني إذا تخلص الكتاب هذا تستطيع تقرأ جريدة. نعم صحيح. شفت علي؟ بدون ما تعرف القواعد طبعا، بدون ما لا بحط القواعد داخلها بس مسهلة. الأمور العملية فقط اللي أيوة. وبعدين يعني حتى يعني أنا بحط لك عنه إذا وجدته. أيوة. وجدته هذا إذا بالبي دي اف حبعث لك إياه. نعم. وحتى هو مو غالي. تبعت لي فرنسي سامبين، لأنه أنا عبري ما أعرف، فلذلك ما أستفيد. فرنسي مثل نفس الشيء. فرنسي أو إيطالي أو غير إنجليزي. لا ما هو أبونا أنت بدك تعمله
الأشوري للعرب. نعم نعم. فهمت علي؟ صح. فلهيك لازم تاخذ يعني هنا العبري للفرنسيين. نعم 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 نعم. فبدي شوف أظن في كتاب مشابه العبري للعرب. أيوة هذا يكون أحسن. أيوة يكون أحسن، بس أظن إنه هذا غير موجود عندي، غير موجود عندي بالعربي، بس هو الموديل يكفي. فاهم علي؟ السميل أنا بتشوف، أو حتى في كتاب حتى كيف تتعلم العربي بنفس النظام. عربي انجليزي فرنسي، هي من لغه للغه، لغتين هي. تفهم علي؟ فانت هتقول عنوانه كيف تتعلم الاشوريه بسهوله. السميل هذا صامبين يعني من دون تعب. من دون تعب. فاذا انا خلص كل الكتاب هذا، من المحتمل اني استطيع اقرا الجريده بالعبري. صح. ايه لانه هذا كتاب القواعد ناشف. ايوه كتاب القواعد اللي يعرف اللغه هذا جزء اول. في جزء ثاني، وبعدين ابونا حتى في ناس يعملوه انه هذا جزء اول وجزء ثاني ومعاه ديسك. فهمت علي؟ نعم. يعني يعني أنت أيوة. تسمع حكي. أنت تسمع. جميل، هذا جميل، هذا شيء حلو. هذا هاي فكرة، خوش فكرة. واحد ممكن يعملها في USB مع الكتاب. USB يحط. أيوة أنا بدي فكرة إن شاء الله إذا الله أعطانا العمر إن شاء الله بعد ما نخلص. أنت لسه شباب، أنت شو مفكر؟ مو بعمر. وينك أنت رحت؟ إن شاء الله أنت رحت. لا أكيد الله يعطيك طولة العمر. الله يعطيك طولة العمر. أنت يمكن ناسي الضوء، ما ناسي تشعل الضوء. أنا حطيت ضوء صغير هنا يعني صغير. للنبتة، بس أنا حط لك الضوء. أنا فكرت ضوء يكفي. ما ينفع ضوء يكفي. فكان نور. أيوة فكان نور. أيوة هذا هو. شايف علي؟ البرو صامبين. أنا حتى أنا بدي أروح أبحث عنه أجد. أنا هذا عندي الجزء الأول، ما أظن عندي الجزء الثاني. بدي أبحث عن الجزء الثاني وبدي أشوف إذا أنا يعني حلو جدا. يعني آخر الأمر هذا الكتاب حلو جدا. فأنت شوف لك يعني شغلة مثل هيك. وهذا مش لازم يكون متعب يعني الواحد يعمله. ومتعب. أنت قلت يعني في فرنسي في فارسي. أنا عندي أظن كتاب كيف تتعلم حتى التركية بالعربي. كيف تتعلم التركية وكيف تتعلم الفارسي. عندي كتاب كيف تتعلم الفارسي. ايوه بس أنا كان عندي، بس ما اعرف موجود ما موجود في كل التحركات اللي صارت. على كل يعني انا حبيت اقول هذا لانه يعني مشان الناس يعني، لانه كويس انه حتى للاشوريين ابونا الاشوريين اللي يعيشون هنا يفهموا عربي، فهم عايزين يتعلموا الاشوري يبقى بعلاقه. كتاب القواعد مش حيحل لهم مشكله. الاشوريين اللي يتكلمون الاشوريه القواعد هو الاهم. يفيده اهم. اكيد. بس يعني اللي يعرف يعني اساسيات او قليل جدا من الاشوري ومش عايز يخسر الاشوري. فاهم علي؟ ويعرف عربي. هو العرب عايز يعرف اشوري. فهمت علي؟ فهو يعني نحافظ على اللغه. صح. يحافظ على اللغه وبعدين يصير منهج. فاهم علي؟ منهج للمدرسه. اكيد. وحتى ممكن بعدين تعملوا الاشوري للسويديين. نعم. او الاشوري للانجليزي.
نعم. الآشوري للفرنسيين. نعم نعم. نفسه بيكون نفس المثال فقط هيك. يعني هاي فكرة جتني هذيك اليوم على بالي. حلو فكرة جميلة هي. شفت؟ هو الحقيقة أنا عملت الكتابها قواعد للآشوريين كان، ولكن من طلبت بنت العرب قلت ممكن في هناك عرب يعرفون شيء من الآشوري ولكنهم يريدون أن لا خير، يكثر خيرك، يكثر خيرك. حلو جدا. يعني هي المبادئ أساسية، الواحد يعرف الضمائر أو مثل هيك. بس يعني هو مثلا للإنسان الأكاديميين اللي يريدون هذا منيح لهم، هذا أيوة القواعد. طارم عليك. أما لعامة الناس فمثل ما قلت هذا الآخر أهم طبعا. أيوة، حتى للطلاب أبونا اللي عايز يدرس أشوري بده يعرف الكلمات الأساسية. نعم نعم. الكلمات المخاطبة ولا هيك يعني. أيوة. ما أعرفش صحيح. مثل هيك. بس أنت شوف هذا الكتاب أكيد تجده في مكتبة أو نعم. هيك. نعم راح أشوف أفتش بالجوجل يمكن السيميل السمين. أيوة النشرة أيوة. أنا أبحث عن السلسلة هذه، سلسلة السيميل باللغات هاي مشهورة أبونا. مم. السميل. أنت شوف كيف تكتب. السيميل السيميل شفت علي؟ يا عرفت، شفت واضح. السيميل السمين هي كلها حتى بتتعلم صيني فيه. اوكي حلو. أيوة. جميل. هنا عربي من عبري فرنسي، في عبري انجليزي، في عبري عربي، في ما اظن موجود اكيد ومثل هيك. طيب ابونا ارجع لنا على دروسنا. نعم. والله نعم نحن خلصنا طبعا الضمير، الضمائر خلصناها، ونجي هسه الفصل الآخر هو عن الفعل. فصل طويل وممكن اعرضوا علينا ممل شوية اعرضوا علينا ابونا كالعادة. اعرضوا علينا. دقيقة بس. راح وين اسحب لفوق، اسحب لفوق. ايوه. يلا منيح هيك، بكفي مو ضرورة كل شيء. ايه عفارم عليك. هيك حلو جدا. هيك حلو جدا. هيك حلو. أوكي. الفصل السادس هو بالكتاب هذا الفعل سعرانا بالآشوري. سعرانا فعل سعرانا. ايوه. اوكي. سعرانا ابونا هو ما هو الجذر تاع سعرانا؟ سعر يعني يفعل. سعر. فعل. سعر. صعر. لأنه سعر بالعربي يعني إنه حمل نار. سعر. أيوة صحيح. أو سعر خدك ومثل هيك يقول سعر. بس أنتو أيوة. يعني سعر، يعني أنت مش عبيد. هذاك عامل العبيد. عمل عاود عابد أو عاود. هذاك عاملة. نحن نقول عاود، نلطفها الباء تصير بعود نرفضها عاود. عوادة هي عمل عوادة. أما صائر يعني يفعل فعل. أيوة فعل. أيوة فعل. عمل وفعل. مش نفس واشتغل طبعا بالغ اشتغل. هلا فعل وعمل بس نفس الشيء ابونا. نفس المعنى أيوة. ولكن مو نفس الاستعمال دائما. حلو جدا. مترادفات. احنا نقول عندنا بالفلاح عندنا العامل والفاعل. ايوه. الفاعل يعني أيوة. لا يعني مو للقواعد يعني. نعم. يعني ايوه، قول عندك عمال او عندك فعال. ايوه. تستعملوها بالعامي. ايوه عمل. فاعل في الزراعه يعني عامل في الزراعه. اوكي. نحن لا ما نستعملها بالعراق نحن. عامل شغيل. ايوه. فاعل احنا يقول
يعني يفعل. ايوه. كمل هلا تشوفنا. اوكي فاذا قلل ابونا الصفحه علشان يظهر انه مو شيء معقوله من اليمين. اللي نروح نعمل العمليه هذه. لا من تحت ابونا. ايوه شويه عليك. ايوه شويه اكثر زودها شويه اكثر عشان الناس يشوفوا ايه هيك اوه هيك ممتاز. هكذا انت ممتازه. ايوه اذا سعرانه فيرب من صائر يعني يفعل فعل. ايوه ولا ساعوروتا لو نقول فتجي هاي بمعنى افتقده ايضا. افتقده يعني راح عنده شافه هذه. حلو. القائد افتقد قواته او زار ايوه معناها هذه. اوكي فنجي الفعل طبعا معروف في كل اللغات، هو كلمة تدل على عمل أو حالة معينة. تمام. وللفعل زمن وله معنى كامل في ذاته. زمن. الاسم ما له زمن والضمير ما له زمن، لكن الفعل له زمن. مثل الفعل قريلة قرأ. قريلة. شفت هنا أنت بتضيفوا اللام. ايوه شفت قبل الضمير الشخصي. كريلي. ايوه كرالو كتاب. قريت لي، او احنا نقول حتى الفلاح قريت لي كتاب. صفت هي احنا نقول قريت لي. عملت لي شغلي او اكلت لي شغلي. ايوه قل لك شغلي مش هيك؟ نعم قل لك شغلي. ايوه عملت. ايوه مثل هيك. ايوه اقرا لك كتاب. اقرا لك ما تنقلب الدنيا. اقرا لك كتاب يا ابني. ايوه اقرا لك. ايوه ليه هي طلعت هي شفت. أيوة. علي انت وين انت؟ ايوه تمام. هلا حتى اشيل الهل شو كان يبين تحت انا ما اعول اصير. هلا تمام. هلا شايف انت هسه ممتاز. ايوه هسه ممتاز. راحت هاي كان يبين هون شيء. انا خفت انقزك. لا تخاف. قريلة قرأ. لا تخاف انا عراقي لا تخاف. قلبي صامت. لا تخاف. قلبي صامت مثل صدام حسين. صامت. يلا ايوه كده. فقريلة قرأ بالماضي. شوف الماضي احنا عندنا زيادة فما يشبه الجذر الفعل بالعربي. وجذر الفعل للشخص الثالث المفرد المذكر هو صيغة الجذر. صيغة الجذر تشبه الماضي للمذكر المفرد. ايوه قرأ. تمام. جذر الفعل هو قرأ. نحن عندنا هو المضارع هو جذر الفعل. ايوه قارئ. راح اجي هون نتكلم عن جذر الفعل هاي. فقط انا اعطيت امثله. يعني قريله يعني قرأ. بتقارئ سوف يقرأ. بتقارئ. شوف يقرأ قارئ. بتقارئ سوف يقرأ. قارئ يقرأ. بتقارئ سوف يقرأ. بقراية هناك كان ممكن يكون بتقرأ له. لا ممكن. غير ممكن. ليش؟ لازم ان المضارع تستعمل مع سوف. ايضا بالعربي ما ممكن تقول سوف قرأ. لا مش هيك اللعنة يا ابونا. نعم. مش احنا كريلي حطينا اللام بينهم. بينه وبين الضمير. نعم. هل اللام هاي ممكن تدخل مع غير الافعال مع غير بالمفرد؟ لا. بالمضارع لا. بالماضي هاي فقط. راح نجي نشوف. ايوه كريلي. ايوه المضارع او الحاضر عنده شو اسمه حروفه الخاصه اللي بالنهايه. لانه مثل القارئ يقول
ليجو تو ليجي او اي هاي لكل شخص. احنا ايضا في الحاضر اكو هيك يعني نهايه الفعل في هناك حروف خاصه لكل شخص. الحاضر. اما الماضي هو نستعمل الضمير الشخصي ولكن تسبقها لام. فقط في الماضي. في الماضي هذا نعم. مش في الحاضر. البسيط او الماضي ايوه. مش بالحاضر. لا الحاضر عنده غير حساب. حسابه غير هذا مو حاضر. غير قواعد طبعا. قاعدة هي قواعد. ليش قواعد؟ بقراية وخ. بقراية وخ. نقرأ الآن يعني continue. يعني I am reading. شو هاي يوخ؟ شو اليوخ هاي؟ هذه إيوخ. هي أصل إيوخ راح نجي عليه. هو فعل الكينونة. هي sono to say. هذه أنا I am you are. فهذه we are. هذه بقراية وخ. I am reading. we are reading بالضبط. we are reading. الباء هذه اللي تسبقها البريفكس هي للمستمر. وهذه طبعا للشخص. الفعل الكينونة الشخص كفعل مساعد نستعمل. عجيب. مثل اللغات الأوروبية يعني مو في العربي. في العربي لغة سامية بس ما أعرف ليش هيك. الفعل المساعد auxiliary verb. أوكي. بقراية وخ. كي قارخ. كي شوف هذه كي هي للحاضر هذه حاضر المستمر الباء. كي هذه البريفكس هذا هو للحاضر البسيط يعني العادي. مثلا الشمس تشرق من الشرق. تمام. يعني هذا شيء عامي. شيء دائما يصير يعني. تمام. نسميه يعني simple present. تمام. فهذه هي البريفكس ما بتاعه. وراح نجي كل واحدة بس هوني فقط خليها بس نشوف هيك نعبر عليها. نطيب بس أمثلة للفعل يعني. كقارخ. كقارخ وكنا نقرأ. هذا جي هون كنا نقرأ. هذا في الماضي الجسم. راح نجي عليه. كنا نقرأ. خليها. أوكي. للفعل 3 أقسام رئيسية. الفعل هذا عن 3 أقسام هو رئيسية. هو جذر الفعل أو infinitive باللغات الأوروبية. المصدر هذه احنا جذر الفعل عندنا باللغات السامية. تمام. المصدر شيء والجذر الفعل شيء آخر. ونحن طبعا اللغات السامية جذر الفعل هو الصيغة الأبسط والأقصر للفعل. تمام. هي جذر الفعل. اقرأ سعرانة. اقرأ يعني جذر. اقرأ. العين اقرأ سعرانة. جذر الفعل انفينيتيف يقابله باللغات الأوروبية. وبعدين عندنا مشتقات الفعل. فرعة سعرانة باللاشو نسميها فروع الفعل. فرعة سعرانة. derivatives. تصريف. يعني عندنا تصريف الفعل. سرعابة سعرانة. تصريف سرعابة. conjugation. اوكي. هاي 3 أقسام الفعل اللي راح نشوفها كل قسم بوحده. وهذه ناخذ أول قسم وهو جذر الفعل. تمام. اقرأ سعرانة. اقرأ. اوكي. infinitive. جذر الفعل هو صيغة الفعل التي تشتمل على الحروف الأصلية للفعل فقط بدون أي زيادات. أبونا السؤال أنا شيء ما فهمته. جذر الفعل شو بتقولها بالسرياني؟ اقرأ. جذر. اقرأ سعرانة.
أول حرف ما هو الأول حرف؟ عين. عقرة. عقرة. ما هو أنا قلت وين العين؟ عقرة يعقر. عقرة. يقول عقرة يعني طلعوا من جذره. أيوة عقرة. سريانية عقار، هي سريانية قديمة. عقار يعني عقره. بالعربي عقره وقتله. ايضا ايه صح. عقر البقر، عقر الجمل. جمل صالح، جمل شو اسمه. ايوه عقرة. تذكرت القرآن لا تعقروها. يجوز لهيك. هو يعني هو بيضربه بجذر الركبة. نعم، يعني تجتث بالعربي بالضبط، عقابلها يجتثوا. ايوه يجتثوا، يسحبوا من جذور. عقرة. ايوه هذيك نحرة، هي عقرة. ايوه عقرة. عقرة. بس عقرة ابونا يعني يضربها بعرقوبها. اوكي. فهمت علي؟ يعني يضربها بجريها مشان ما تعود تقوم. ايوه. هي هاي بالقرآن انه صالح، مدائن صالح. هاي ايوه عقر الجمل. ايوه عقر الجمل. يعني يضربها عند مفاصل اجرها. ايه. فاهم علي؟ تنهد. ايوه تقع. ما تعرف توقف عليهم مسكينه. ايوه صح. وبعدين يذبحها طبعا الحال. ايوه. فهذا هو الجذر. جذر. بالاشهر الحديث عندنا مرادف لهذا اقرا. شلاله. شلاله. وعندنا طبعا شرشه. الاصل هذا اصل الشرش. يستعملوه عرب بعض. شرش هي شرشه بالصرياني. شرشه. شرش. اوكي. جذر الفعل هو صيغه الفعل تجتمع حروف اصليه فقط بدون اي زيادات. لان الفعل لما يدخل في النحو والصرف تزيد عليه الحروف. تمام، تزاد. انما جذره هو فقط يشتمل على الحروف الاصليه بدون زياده. في اللغه الاشوريه المعاصره جذر الفعل له نفس صيغه الفعل في زمن الحاضر البسيط للشخص الغائب المذكر. اما في العربيه فله صيغه الزمن الماضي البسيط للشخص الغائب المذكر. نعم. احنا نقول كاتو يكتبوا. كاتو. هي كاتو يكتبوا بالعربي، ولكن بالعربي ما نقول جذر هو كتب، مو يكتب. هو زادت عليه ياء. تمام. يكتب. كتب بالعربي. ولكن بالقديم نفس الشيء مثل العربي. كثو بالقديم كثو كتب. بس بالحديث بالمعاصر المضارع ناخذه كجذر. الحاضر كاتو. ايوه في حين الماضي شفت زيادات عليه، جت عليه لام وهاء وما اعرف ايش. كتولة. ايوه كاتو. قائم يقوم. قائم. قام يعني قائم يقوم. شاتي يشرب. شاتي. ايوه. جذور فعل يعني مثال فقط، امثله مو. واذا تريد تشوف منها كثير في كتابي فصلين 12 و 13 هناك العمود الاول في كل جذور كل الافعال. هذه طبعا هاي كل الافعال السريانيه اللي ما لها حدود كلها تقريبا. يعني ممكن 99% اذا انا ناسي فعل، لانه حاولت قلت خليها كلها حتى للاشوريين المستقبلين يعرفوها. لا، لانه تعرف خليك معي. عندي كتاب مماثل كنت مشتريه مش عارف ليش من زمانات من لبنان. كل الأفعال العبرية.
شايف؟ كل الأفعال العبرية نفس الفكرة. أيوة، كل الأفعال العبرية كلها يعني موجودة هنا، موجودة عندي. الناس في كثير مرات الأفكار تتشابه. نعم. يعني عبري ما أعرف هو شايف. هي كل جذور. وتعرف في كمان بالفرنسي كل جذور الأفعال الفرنسية. حلو. في مش عارف ليش. فنفس الفكرة أنا عملتها. ليش؟ لأنه ممكن هناك نتيجة العامية، عندنا نحن كثير لهجات ممكن تخربط هذه. قلت له خليها هذه حتى تبقى مرجع يعني. أيوة حلو، زين عملت. فالفصل الثاني عشر والثالث عشر. الثاني عشر هو ممكن نشوفه بس أيوة فرجينا إياه شوف. بس شوية شوف. شوف هذا الثالث عشر. شو عملت؟ شوف خلينا نروح بالبداية. بداية من البداية. بداية. هذا شغل حلو. أيوة طبعا، لأنه يعني الأمثلة هاي خليتها بالنهاية. مو مزحة يعني، مو مزحة شغل. لا سنين وسنين أنا اشتغلت في الشيء هذا. تقريبا 20 سنة أنا اشتغلت في الشيء. أوف. نعم، يعني بديت من قبل 20 سنة أفكر وأكتب وأعمل هذه. حتى بالسفرات مالي لما كنت أروح للمدن الأخرى حتى أعمل الواجبات الدينية، كان عندي مدينتين 3 بالقطار، كنت أقعد أكتب هاي الأمور. حلو. ما في كتاب سرياني أشوري آخر، كتاب قواعد أشوري جديد مثل هذا؟ ما في مثل هذا. منيح. أيوة شوف هذا الفصل الثالث عشر هو أيوة قائمة بالأفعال معاني قائمة بالإنجليزية باللغة العربية والإنجليزية. حلو. فرجينا القائمة شوية. أيوة راح أفرجيك. ما أعرف ليش هذا صار كبر كثير. أوكي هسه أفرجيك. شوف هوني هيك عملت الأفعال. مثلا تيجي هنا الجذر. شفت الجذر؟ أيوة. بعدين اسم الفعل فقط حطيت هون، والمعنى بالعربي والمعنى بالإنجليزي وبعض الملاحظات اللي حلو. أيوة شفت؟ حلو. هذه طبعا بالأبجدية. طبعا الأبجدية السريانية، قاموس صغير بس للأفعال فقط، مو بالأبجدية الأشورية مو العربية طبعا. كتبت هذه توضيح. كتبنا الأفعال سواء السالمة أو المعتلة متتالية حسب الترتيب الأبجدي اللي يسهل على القارئ إيجادها. ثانيا كتبنا الجذر الميمي، راح نجي شو هو الجذر الميمي مع أصله في حقل واحد. كتبنا الجذر المتعدي المحول، الأفعال السببية نسميها causative verbs، من أصله اللازم تحت هذا الأخير في حقل واحد. كتبنا عبارة نون خاء نخ أمام بعض الجذور للدلالة على أن الفعل المعني مأخوذ من لغات أخرى. نخراية يعني أجنبي. كتبنا عبارة أليف راء أمام بعض الجذور للدلالة على أن الفعل المعني مأخوذ من اللغة الآرامية. وشو الفرق بين الآرامية والأشورية؟ ما كثير، بس في أمور ما نستعملها نحن اليوم. يعني كلمات قديمة. كلمات قديمة بالضبط. أيوة مثل بعض كلمات القرآن لا تستعمل اليوم فيسموها عربي قديم. هذا الفصل الأخير الثالث عشر هو هيك. أنا كنت أريد أدمج اثنيناتهم قبل، كان كتبتهم لما كان القطع كبير هو A4، كان ممكن حقلين هذه العربي انجليزي يمشي معه، بس شفت ما يمشي هيك، ولو أنه كتبتهم بالشطح يعني خليتهم مو بالعمودي إنما أفقي الصفحة. مع ذلك ما صار مجال هون، فلذلك عملتها بفصلين. فصل قبله 12 هو شوف هذا قسم من هذا فصل 12. شفت هذه
خلي غير الشغل هذا شوية أستاذ. أيوة أيوة هيك هلا خوش شغل. شفت عندنا هوني كل أنواع الجذور، يعني السالم، الثلاثي السالم، الثلاثي المعتل الأول، المعتل الوسط، المعتل الأخير، كل واحدة قائمتها وكيفية اشتقاقاتها كلها. والفعل الرباعي كذلك. شو يعني اسم المرة؟ اسم المرة شوف، يعني مثلا أخذت، أخذ أخذا، هذا اسم الفاعل، اسم الفاعل. أيوة. أخذة. أيوة. ضربت ضربا ضربة هي اسم مرة حتى بالعربي القواعد. ما أعرفهاش اسم المرة. نعم هي قواعد. طيب. مرة واحدة يعني ضربة واحدة، ضربة. أيوة اسم المرة. أيوة اسم مرة يسموها حتى بالشوري اسم المرة وشمقاها. وبعدين اسم الفاعل ضارب. أيوة ضارب وضراب ضروب بالعربي. في ثلاثة نحن من الثلاثي راح نشوف فيه. هذا رباعي عنده فقط اسم فاعل واحد، صيغة واحدة. بس الثلاثي عنده ثلاثة مثل العربي ضرب، ضارب، ضروب، ضراب. أيوة. وبعدين اسم المفعول هو واحد، هو اسم المفعول. بعدين أنا خليت صيغة الأمر أيضا. ليش؟ لأنه في صيغة الأمر في كثير خلط باللغة الآشورية، يخلطون الآشوريين بها. فخليه حتى يكون أمام العيون كل واحد من جذر شلون تستعمل، شلون. أيوة. فالصيف وصايا بالمفرد وبالجمع. مثلا هون هذه معناها باسي، باسوي، باسيتا، باسيانا، بوسيا، باسي، باسيمون. يعني انقذ، نقد، ينقذ، نقدا، إنقاذا، إنقاذة. هو منقذ، منقذ، وأنقذ، وأنقذوا. خوش شغل هذا. أيوة. خوش شغل. هذا الفصل فظيع هذا الفصل. حلو. تمشي كل يعني بالعشرات، يمكن 70-80 صفحة هذا. أوف. أيوة. حلو. يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية فعلا. إيه. الجدول رقم 3 هو الثلاثي معتل الوسط. ثلاثي معتل الوسط. جذر قائش، قياشة، قيشتا، قياشة، قايوشة، قيشانة. شوف 3 اسم فاعل عنده 3 صيغ. وقيشة اسم مفعول. قش الأمر للمفرد. قوش الأمر للجمع. هذا الشغل. هوني جدول رقم 3 الثلاثي معتل الوسط. أيضا نفسه. هذا ما يسموه حكم عليه بالأشغال الشاقة. أيوة. الشاقة. شايف نجي لبداية الفصل هذا. بدأنا من النهاية. فعلا القواعد هي لغة مستقلة، علم مستقل. سامي القواعد، أنا هذا من أحد الحكماء قال القواعد هي الوسيلة التي تساعدنا في أن نقرأ بصورة صحيحة ونكتب بصورة صحيحة. أيوة. المنطق هو الأسلوب الذي يساعدنا نفكر بصورة صحيحة. ونحكم بصورة صحيحة ونقرر بصورة صحيحة. أيوة. أنا تعجبني كثير هذه المقولة. حلو. نجي على الفصل 12 وهو الفصل 12 جدول بالأفعال المختلفة ومشتقاتها مع صيغة الأمر. لوخت، اقرأ، بريشت، سعرانة، وبرئة، أمزنابا، قودة، دية. فيما يكتب الأفعال التي في اللغة الآشورية المعاصرة مع مشتقاتها وصيغة الأمر لها، موزعا إياها على جداول حسب مجموعتها ونوعها كالآتي. الجدول رقم 1 الفعل الثلاثي السالم. الجدول رقم 2 الثلاثي المعتل الأول. فيك العافية أبونا. هاي صارت ساعة، إحنا بدنا نرجع للأفعال. يعني هلا يعني أعطيتنا فكرة. أعطينا فكرة هذه. أخذنا الأول. أخذنا.
عادي. أخذنا فكرة عن هالفصل الآخرين اللي هم تقريبا يكونوا كمثال أيضا لكل الأفعال وغيرها مهم. فنرجع لموضوعنا حتى ننهي الحلقة هذه. يلا شوف الحلقة اللي قبلها. ايوه هو كنا هون. هون. هنا. ايوه. أبونا مش نكمل هذا بالحلقة القادمة مش أفضل؟ نكمل القادمة. ولا بعدين بتصير طويلة. أكيد يلا. أكيد. هون فين وقفنا هون بنبدأ جذر الفعل بعدين بالحلقة القادمة. يلا أنا بوقف. أنا بدي أشكر أبونا شمعون على هذه المقدمة الحلوة، وسنرجع لكم بعد قليل نكمل موضوع الأفعال. يعني أعطانا مشهيات للأفعال، وشفنا الضمائر كما ترون. حلوة جدا، حلو جدا. يلا أبونا استراحة صغيرة وبعدين نرجع للحلقة القادمة. يلا أتوقف هنا. يلا.